ما تنزلش فيديو على تيك توك ولا يوتيوب ولا اي منصة غير لما تعرف الخمس حاجات اللي بقى عليهم حبس من 2 ل10 سنين وغرامات مالية كتير. في الفيديو ده هقول لك القوانين الجديدة اللي تخص المحتوى اللي بيتم نشره من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والصراحة جاية عادلة جدا لانها هتصفي ناس كتير كان المفروض تتصفى من زمان لانهم عار على المجتمع بأكمله. ركز في الفيديو ده للنهاية لو يهمك الامر، وتفعل بلايك وشير لدعم المحتوى وتصلي على النبي ويلا بينا. التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام وغسيل الاموال والاتجار بالبشر واشاعه الاخبار الكاذبه. تعال بقى نعرف الحاجات دي واحده واحده عباره عن ايه وعقوبتهم ايه. التحريض على الفسق والفجور هو المحتوى اللي بيضم الفاظ خارجه او ايحاءات او البعد عن قيم المجتمع بشكل عام في لايف او في فيديو بهدف رفع المشاهدات، وفي الحاله دي الحساب بيتحظر نهائيا والشخص نفسه بيتمنع من الظهور بالاتفاق مع المنصات اللي معاها بصمه صوتك ووشك وايدك ورجلك كمان. وعقوبه دي بتوصل ل3 سنين حبس وغرامه ماليه كبيره. خدش الحياه بقى هو اي فيديو بملابس خادشه اتصور في مكان عام او اتنشر على الانترنت وانتشر بشكل كبير، والانترنت زيه زي المكان العام بالظبط، ودي فيها 2 سنين حبس وما لا يقل عن 10,000 جنيه غرامه. نيجي بقى للتقيل والاهم في القصه دي كلها، غسيل الاموال. وغسيل الاموال بيضم الترويج للعملات المشفره الغير مصرح بيها دوليا والعاب الحظ والمراهنات اللي حكيت فيها كده. طبعا لايفات تيك توك بتشارك في حوارات غسيل الاموال اللي بتتحول بشكل او باخر لعملات وتنزل في اللايف بشكل طبيعي، والداعم بياخد نسبه كبيره والمضيف بياخد نسبه قليله، ودي بقى اللي هيتقفش معاه حاجه فيها هتتاخد منه وهيدفع غرامه ضعفها وفيها حبس 7 سنين. واللايفات نفسها ما فيهاش مشكله، المشكله هي اي حاجه مش طبيعيه بتحصل في اللايفات دي، فبلاش نشوف حاجه مش طبيعيه ونسى. اما بقى على الاتجار بالبشر دي بتضم غرف الدردشه الصوتيه المشبوهه او اللايفات المشبوهه او الشغل عليها او الربح منها بطرق كلها قرون ونسوان بيعها والعاب حظ ومراهنات، ودي موجوده كتير على فكره وممكن اجيبهم برنامج. وعلى الجانب الاخر برضو استغلال الحالات الضعيفه والغلابه والمعاقين وبناء شبكه منهم والتسول بشكل مبالغ فيه من خلالهم، وبرضو العائلات والاسر وشله الصحاب اللي بتطلع كلها قدام اللايف تتساؤل بشكل ملحوظ ومبالغ فيه جدا 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 لحد بعد بكره، ودي بقى فيها 5 سنين حبس وغرامه ما تقلش عن 200,000 جنيه. اما بقى عن الاخبار الكاذبه بهدف نشر الفتن واثاره الرعب او الاساءه لشخصيه بدون دليل او الاساءه للدوله طبعا واظهارها بصوره غير لائقه قدام العالم، دي عقوبتها بتوصل ل5 سنين حبس وغرامه ماليه على قد الجريمه اللي انت عاملها. وكده الصراحه الحكومه قامت بدورها ما شاء الله وبدات بتطهير الانترنت من القذورات اللي انتشرت بشكل مرعب في الفتره الاخيره. دورك انت بقى بطل انك لما تشوف حاجه ممكن بالفعل تسبب في هدم قيم المجتمع او خدش الحياه او اي حاجه غير مشروعه على اي موقع او برنامج تواصل اجتماعي او برنامج تعارف او برنامج لايفات او برنامج دردشه صوتيه او العاب حظ ومراهنات، ما تسكتش ابدا وبلغ فورا الجهات المختصه في مباحث الانترنت، وهسيب لكم رقم الواتساب بتاعهم اللي تقدر تبلغ من خلاله عن اي حاجه شفتها. هتصور فيديو او هتاخد سكرين فيديو وتبعته لي، ولو عندك موضوع مهم يستاهل انه يطلع للراي العام ممكن تكلمني او تكلم اي حد يقدر يوصل المعنى. وحاول تخلي وجودك على الانترنت نافع ليك ولاهلك وللمجتمع وللناس دنيا واخره، وحاول تساعد في نشر الفيديو ده بلايك وشير واشتراك في القناه، ورايك في الموضوع ده في كومنت بصراحه وحاول تصلي على النبي.